هنعمل بقى يا بنات شوية رز بلبن بس سكر. ولا بقى هقولك هاتي مش عارفة ايه ولا هاتي ايه ولا هكلفك خالص. وهيطلع والله معاكي زي العسل بإذنك يا رب. وهنعمل كمان عارفين الكشك المصري؟ انا مش عارفة طبعا كل الناس عارفينه ولا لا، بس اكيد عارفينه يعني. بصوا انا بوريكم هنا الرز وهنا بقى الكشك المصري، يا نهار ابيض على الجمال. مش قادره اقول. تعالوا بقى ندخل المطبخ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ريت بقى نكتب في الكومنتات ونصلي على الحبيب في الكومنتات علشان تبقى صدقه جاريه ليا وليكوا باذنك يا رب. هنا بقى كنت خلاص سويت الرز، خدت جزء في الحله السوداء اللي قدامي دي، وحطيت جزء تاني ورايا على طول زي ما انتم شايفين كده. الكزرولة اللي ورايا دي حطيت فيها جزء من الرز والرز التاني في الحل. وبعد كده نزلت عليه اللبن، ما جبتش اي حاجه من بره، كل حاجه موجوده عندي. النشا بتدوبي معلقتين نشا كده في الميه، وتروحي منزلهم على اللبن بالرز بتاعك اللي انت سويتيه في الايه، في الميه العاديه خالص. وبعد كده بتزودي بقى عليها السكر على حسب ما انت تحبي. يعني اسهل رز بلبن هتاكليه في منتهى الجمال. طبعا طبيعي ان اللبن بتاعك بيبقى دسم وبيبقى فيه القشطه، لان احنا بنجيب الايه، بنجيب اللبن البلدي بتاعنا العادي. انت بتغليه قبلها بالليل وتسيبيه في التلاجة، تقومي بقى ما شاء الله لا قوه الا بتلاقي بقى القشطه عليه. هي دي بقى اللي انت بتعملي بيها الرز بلبن، وتعملي بيها كمان الكشك المصري. عايزه اقول لك هتاكلي شويه رز بلبن سكر، ولا هتكلفي نفسك ولا تروحي تشتري كريم شانتيه ولا الكلام ده خالص. لو انت عندك بقى شويه لبن كده في التلاجة مش عارفه تعملي بيهم ايه، لا تعالي اعملي بيهم كام طبق كده برز بلبن كده في الحر اللي احنا فيه ده. زي ما انتم شايفين الحر طبعا، بس الحمد لله على كل احواله يعني. احنا طبعا احسن من غيرنا. تعملي بقى كام طبق كده برز بلبن ينزل كده ايه، زي ما بيقولوا كده يرطب على قلوبنا. هنا بقى غرفنا الرز بلبن. وعايزه اقول لك كنت كمان عامله في الفرن فرخه بس في منتهى الجمال. طبعا عشان انا عملت معاكم الفراخ كذا مره، فانا مش بحب ان انا اعيد يعني، عشان كلنا بنزهق طبعا من الفيديوهات الطويله. فبنختصر كده اول ما باجي من الشغل بعمل في السريع كده الاكل. بس ايه احيانا كده ادلعهم، اعمل لهم رز بلبن، اعمل لهم كيكه، اعمل لهم جلاش الكيكه. يعني بصي من الاخر كده انا مدلعاهم بصراحه يعني. هنا بقى كان طبعا عندي بقى الطبق بتاع رمضان، رب اللهم ايه يرزقنا بايه برمضان يا رب يا رب. والله اتمنى واتمنى العوده يا رب، العوده لبيتك الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مش قادره اقول لكم ربنا يوعد كل مشتاق، اللي مشتاق للعمره، اللي مشتاق للحج، المشتاق يروح. هنا بقى طبعا رز بلبن حطيت عليه زبيب، جوز الهند، مكسرات اللي موجوده عندي. هنا بقى هنعمل ايه بقى بشويه الرز الحلوين اللي احنا سويناهم. حطينا عليهم اللبن اللي موجود، باقي اللبن بقى بتاع رز بلبن، بقيه اللبن اللي اتفضل يعني. وهنعمل مع بعض ايه، هنعمل مع بعض الكشك. هنا بقى مرق الدجاج حطيتها كده معاهم علشان ايه، علشان بقى تديها طعم وجمال زي ما بيقول. وزودت برضو شويه لبن تاني زي ما انتم شايفين كده. وحطينا مش بس غير دلوقتي الايه، حطينا دلوقتي الايه اللبن. وحطينا مع اللبن ايه، تحطي بقى مع اللبن 3 معالق على حسب كمية اللي انت هتعمليها دقيق. 3 معالق دقيق في اللبن. او لو اللبن خلص خلاص زي ما انت شايفه كده اهو انا بعمله، لو اللبن خلص اعملي عادي ميه مفيش اي مشكله. وتنزلي بقى معلقتين او 3 معالق دقيق حبه حبه زي ما انت شايف. ما تنزليش كل الكميه عليها، لا احنا بنحط شويه شويه علشان نشوف لو ربطت معانا خلاص ستوب بقى. نبدا بقى نحط هنا البهارات بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه. احنا حطينا مرق الدجاج، يبقى هنحط ايه، حطينا هنا بقى بحط فلفل اسود وجوزة الطيب. حطيت ايه، حطيت زي ما انت شفتي كده جوزة الطيب دي والفلفل الاسود. ما بحطش اكتر من كده في الايه، في الكشك المصري بتاعنا. وابدا بقى ازود شويه بشويه الدقيق باللبن او دقيق بميه. انت كده كده حاطه لبن ومع الرز اللي هو ايه اللي احنا سويناه تمام. وبعد كده تقلبي. عايزه اقول لك، انا عايزه بس اقول لك جربي، جربي الكشك بتاعي ده هتروحي في حته تانية. واوعي تنسي مرقه الدجاج، اهم حاجه مرقه الدجاج عشان هي دي اللي بتطلع معاكي الكشك في منتهى الجمال. هنا برضو بزود تاني لحد ما الاقيه بيربط زي الرز بلبن، بس ايه بيكون اخف شويه من الرز بلبن. يعني بتبقى اخف سنه، الربطه بتاعته اخف سنه من الرز بلبن.
بصوا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هو طبعا بيغلي وانا مهديه برضو النار عليه عشان ما يفرش، وبفضل بقى ازود شويه بشويه. بص بقول لك هنا ايه، اول ما يبدا بقى شفت الفقاقيع اللي طالعه دي، خلاص ستوب. تعالي بقى نعمل ايه، هنعمل بصل كتير كده بمعلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبده او السمنه البلدي. وتعالي بقى حمري لي شويه البصل الحلوين دول على قد بقى ما ايه ما يحمر معاكي. وانا علشان عايزه اسهل الامور واخلص بسرعه بزود عليه شويه ملح، علشان ايه، علشان البصل يحمر بسرعه. بس ملح بسيط لان احنا طبعا ملحين الايه، الكشك بتاعنا. هنا بقى احمر، ببدا اخد بقى جزء كبير منه، الجزء الاول، وانزل بقى هنا الكشك بتاعي الجميل ده بقى. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله. شكله اصلا يعني عايزه اقول لك يفتح النفس. هنا بقى عملنا الرز بلبن بتاعنا وسايبينه يبرد عشان نحطه فين، في التلاجة. ونبدأ بقى هنا نحط الكشك بتاعنا. خلاص احنا كده مجرد ما بتحطي الكشك على البصل المتحمر بتطفي النار على طول، وتبدأي بقى ايه تحطي بقى على حسب ايه، بولات اطباق اللي تحبي تحطي فيه حطي فيه. تمام. تمام. هنا بقى بسم الله ما شاء الله، بصوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادي بولة اهي، وابدا بقى ايه كل ابدا احط ايه بوله ورا بوله لحد لما اخلص الكميه بتاعتي. واحطه بقى كده جنب الرز عشان لما يبردوا بنحطهم في التلاجة. في ناس بتحب تاكل الكشك يكون سخن، احنا من الناس اللي بنحط الكشك في التلاجة وبعد كده نطلعه ناكله بقى ساعة الايه، ساعة الغدا يعني. تمام. تمام. كل ده طبعا وانا جايه من الشغل بقول بدور بينه وبينكم على الحاجه السهله، وفي نفس الوقت برضه بحب اخليهم كده يجوا يلاقوا حاجه حلوه إيه بعملها لهم يعني. والكشك طبعا ما فيش اسهل منه، شويه كشك كده حلوين مع مثلا فرخه متحمره، فرخه مشويه، وما تعمليش اكتر من كده. هنا بقى ده البصل اللي احنا ايه، اللي احنا خدناه، خدتوا بالكم، ده اللي احنا حجزناه في الاول. نبدا بقى نحطه فوق الوش الايه، الكشك بتاعنا، نحطه بقى فوق الوش البصلة. يا نهار أبيض على الجمال. مهما أقول لكم، مهما أقول لكم على الطعم بقى، أنا هسيبكم تجربوا وتقولوا. ولو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا اللايك والشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة، ونورتوني في قناتي أكلة مع نجلة حجاج. هنا بقى بصوا، عايزة بس كنت حبيت بس أوريكم شكل، بس بصوا بزق بقى هنا الكشك، وعايزة أوريكم بس الفراخ وهي مشوية في الفرن. يا نهار أبيض على الجمال. كلنا بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألف هنا. الكشك بقى مع الفراخ مش عايزه اقول لكم الطعم في منتهى الجمال. الفراخ مشويه وبعد كده حلوا بقى بالرز بلبن، والف هنا وشفا على قلوبهم. ويا رب ان شاء الله اشوفكم على خير واشوفكم في كل فيديو وانتوا منورين القناه بتاعتي. اهلا وسهلا. بس انا بوصيكم اوعوا تنسوا الصلاه على الحبيب، علشان ده بتشيل الكرب والهموم والاحزان وبتجلب الخير وتجلب السعاده ليكي، وأمنياتك إن شاء الله تتحقق بالصلاة على الحبيب حضرة النبي.